كل ويك اند وانتم بألف صحة وسلام. بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وهي بينا نطبخ مع حنان، وهاتي لي رغيف عيش يكون بايت. خدي بالك لو بايت يبقى أحلى. عيش برده، العيش برده بتاعنا بتاع الفرن ده تحفة، ريحته جميل. حطيت عليه كوباية مية في بولة كده وسبته نص ساعة. أول ما باش كده صفيته وعصرته زي ما انتم شايفين المية بتاعته ده عشان هو برده. طيب ده نص كوبايه برغل، هاخد نصها بس عايزه النص التاني. يعني ده ربع كوبايه برغل اهو، منقوعه نص ساعه بميه دافيه جدا، ميه ما تبقاش ولا مغليه ولا بارده. نص ساعه برضو غسلته الميه دي بتاعت لونه بتاع البرغل، انا كنت غسلاه صفيته برضو كويس جدا ما فيش سوائل. ده 4 قرون فلفل بلدي. ده 4 بصلات برضو حجم وسط، اكتر من نص كده شويه بصل. عصره ليمونه واحده بس عشان صنه البصل. ليه ما فرمتش في الكبه؟ عشان عايزه الحاجه ما تسردش ميتها، عايزه الخير بتاعها. حزمه بقدونس، الحزمه بقت كبيره شويه الايام دي. 4 ورقات، خدت الورق بتاع البقدونس 4 ورقات بس نعناع قطعته كده فرمته اهو بايديا بالسكينه. 4 فصوص توم برضو الحجم الوسط ده، كله هقطعه صغنن. طب ما ضربتش في الكبه ليه يا حنان؟ مش عايزه، اما بتضربي في الكبه الخضار بينزل الميه بتاعته. حتى انا بابريكا، فلفل اسود، كمون، كزبره، كزبره، حبهان مطحون، وورق لورا عشان صحي. الورق لورا وده صحي اصلا، في اي اكل حاول تدخليه. معلقه ملح كبيره، والتوابل اللي عندك حطيها، ما تعطليش روحك ما تعطليش روحك. مش بتفرق والله. اهم حاجه قللي بس التوابل دي. طماطميه تكون ناشفه قطعتها برضو كرهات صغننه، كله صغنن. زي ما قلت لكم كده، ما بضربتش في الكبه عشان مش عايزاها تعصر الميه بتاعها، انا عايزه ميه الحاجه. حطيت معلقتين 2 سمنه، لو عندك دهنه حطي، عندك ليا حطي. ده نص كيلو لحم، يعني بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. حلوه قوي 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 على الكميه دي، تحفه وجميله. هنقلب بقى كله، قلبي كله بقى كده ببعضه، هعجنه كله. ممكن بقى على كده اقعد اعجنه على المخرطه كده، على الرخامه اخرطيه. طب لو لقيتيه خشن عندك كبه، حطيه في الكبه واضربيه ضربه صغننه واحده. انا مش عايزاه يتفرم قوي، انا عايزاه بس ياخد ويد. انا كنت هفرمه كده وبالكبه، لقيت دراعي واجعني بس شويه، رحت مديها فرمه، اديته للبنت قلت لها افرمه لي كده في الكبه ضربتين 2 بس. اوكي يعني في الوقت ده ما عندكيش كبه، بالمخرطه دخلي بس كله ببعضه. انا مش عايزه افرم، انا عايزه كله الانسجه دي كلها تدخل في بعضها. فاهميني ازاي؟ طيب خلاص كده، حلوه قوي الكميه، حلوه قوي. موفره جدا، لذيذه، مغذيه. حتى انا رغيف العيش ده احلى من الجبنه الموتزاريلا، واحلى من الجبنه التركي اللي احنا مش عارفين اصلا بتتعمل منين. الرغيف العيش بيخلي اللحمه تلزق وما بتكشش، وكمان بتبقى صحيه. اوكي طيب معايا عيش بلدي. العيش بلدي اللي احنا بنجيبه من الفرن بتاعنا العادي ابو رده ده. اي عيش عندك برضو هاتيه، اللي يتعمل بالعمله دي مفيش مشكله. ده عيش عندنا في اسكندريه، عيش بنجيبه بس بيبقى غالي شويه، فرن بالبلد بالبطاقه بس بيبقى غالي شويه سيك. خدت كوره كده بعد ما فتحت الرغيف نص، فتحت يجي نص كده من الطرف بتاعه وهبطبطه. قد ايه بتحطي في الرغيف يا حنان؟ الكميه اهم حاجه تبقى معاكي مسطره. بصوا انا بفرد بايدي والله هيفيض. بصوا اهو اطلعه تاني. ليه؟ مش عايزاها ولا تخينه قوي ولا رقيقه، عشان يبقى حلو، يبقى فيها حشوه، يبقى جميله، وكمان تبقى مش مليانه قوي عشان تستوي معانا برضو. يلا بسم الله ما شاء الله. حطي بقى، خلص بقى الكميه بتاعتها. تعمل قد ايه معاك الكميه دي حنان؟ ما شاء الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. بالعيش الكبير اللي انتوا شايفينه ده هعمل 10 ترغيف. كمية نص كيلو لحمة هعمل 10 ترغيف. لاحظوا ان احنا حاطين بصل كتير، البصل كتير بيخلي طعمها حلو جدا. ما فرمتش البصل في الكبة. بصوا بطبطة، بص عامل ازاي، ولا هيكش وهيستوي. ريحته وطعمه روعة فوق الروعة، والله العظيم فوق الروعة، ومغذي جدا. مش هنقول بنحشي بطن ولادنا، لا، ده الجبنة التركي والجبنات اللي بنجيبها المهدرجة دي هي اللي حشو البطن، دي اللي بنحشي بطون ولادنا. العيش بتاعنا ما قالش حاجة، عملت 10 ترغيف. عيشنا، بصلنا، طماطمنا، حاجة ربنا اللي قال عليها كلها هي اللي حلوة. احشي بس احشي في العيش وحط. مش عايزة احط لحمة يا حنان، ابشري بطاطس وحطيه، بتبقى تحفة. قطعي البطاطس اديها غلوة وحطيه. يعني هعملها معاكم بالبطاطس برضو تحفة. وش وظهر كده في الصينية برضو، وش وظهر سمنة على زيت، على الرف اللي هو قرب الشواية، على قرب العين على طول.
الرف اللي هو على طول بعد الشعله، اوكي، ده ما شاء الله الست رغيفه ده سته، فاضل الاربعه حطهم بقى خلاص كده. عايزه تحطهم بقى في التلاجة وتسوي اول باول، ما شاء الله ما خدش ربع ساعه. ما بتحملش، احنا مبطبطين اللحمه، الحش مقرمش من بره، الحشوه حلوه ماسكه نفسها. زي ما قلت لكم رغيف العيش ده مش عشان ازود الكميه، لا، الرغيف العيش ده بيعوض الجبنات اللي احنا بنحطها، بيدي طعم، بيمسك. ما حطيتش بيكنج باودر على فكره عشان ما نقولش هيكش الاربعه وادخلهم. مش عايزه تسوي كله، حطهم في كيسه كده، حطهم في التلاجة وسووهم الصبح للولاد للمدرسه، للمدرسه ايه حنان المدرسه. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. شايفين الكميه، شايفين الرغيف قد ايه ومحشي قد ايه، والطعم والريحه بقى. اعملوه بنفس الطريقه كده، عارفاكم شاطرين وزي العسل، كلكم اساتذه ما شاء الله عليكم. قاعدين بديكم الفكره بس كده، وبذكركم كلنا حلو شاطرين وعارفين نعمل ايه. ده الولاد بقى للمدرسه. اتغدي بقى واعملي شاي. الولاد عايزه مزرعه فراخ، العيال عايزه مزرعه فراخ للمدارس، ما عادوش بيزيقوا من الجبن. بس ما شاء الله كل الرغيف مليان، والطعم روعه، قرمشه من بره، مليان، اللحمه من جوه مليانه جميله ومغذي جدا جدا، ما حطيناش اي حاجه. ما تحرمونيش من تفاعلكم. اشوفكم بخير في فيديو جديد.